كنت قاعدة لوحدي بعد صلاة المغرب وكل الناس حواليا فرحانة ومطمنة، وأنا بس اللي حاسة بفراغ جوه قلبي. مش فراغ بسيط، فراغ كأنه شرخ كبير مش عايز يختفي. ساعتها قلت لأ، مش هكمل زي كده. أنا لازم أبدأ أعالج قلبي، لازم أرمم روحي. كام سنة كنت بحاول أعمل كل حاجة مظبوطة، أصلي كل الصلوات وأقول كل الأذكار وأساعد كل الناس، لكن جوه قلبي كان فيه وجع مش بيروح. كنت حاسة إني كويسة في الشكل اللي بره، وأي حد يسألني أقول تمام، لكن جوايا كل يوم الشرخ بيكبر. حاسة إن في حاجة جوايا بتصرخ. في رمضان اللي فات بعد ليلة طويلة من الصلاة قعدت أبكي بكا، مش عارفة ليه، مش عارفة ازاي أصلي، وقلبي من جوه محروق. وهنا فهمت حاجة، الروح محتاجة ترميم، مش مجرد عبادة. لو حسيتي بنفس الإحساس ده، الحلقة دي معمولة عشانك. ركزي معايا، لأن الكذب اللي انتي بتكذبيه على نفسك، الصرخة اللي جوه قلبك اللي محدش شايفها، أنا شايفاها وحاسة بيها، وعارفة إن انتي من جواكي بتصرخي، لكن من بره بتتظاهري وبتتجملي إن انتي بتضحكي، إن انتي مبسوطة ومش همك. ولو حد سألك بتقولي تمام، أنا تمام. لا، انتي مش تمام، انتي جواكي في شرخ وفي وجع، وفي جوه في مصايب وفي بلاوي وفي شروخ. انتي لو حد اخدك في حضنه هتبكي بكا، الصرخة اللي جواكي هتطلع في البكا ده، لان انا متأكدة من الوجع اللي جواكي. كملي معايا الحلقة وكملي معايا برنامج ترميم، لان ان شاء الله البرنامج دوت الشرخ اللي جواكي والوجع ده والصرخة دي انا هقضي عليها، هخلي روحك من جوه بتضحك. لان والله مفيش حاجة مش سهلة ابدا ان انتي تصرخي وان انتي تتعذبي وان انتي تنامي ليلة واحدة ودموعك على خدك، او تنامي ليلة واحدة وانتي حزينة. اوعي تفتكري ان السعادة عشان حد يخش في حياتك لازم تبقي سعيدة وتبقي فرحانة. انتي اخلقي سعادتك بنفسك، الدنيا فيها حاجات كتير حلوة. انتي لو فكرتي في نفسك انتي بس هتجذبي السعادة ليكي، هتجيبي لنفسك الشخص الصح اللي هو يستهلك ويستحق. حاجة بتوجع الستات والبنات مش الفلوس ولا المظاهر، اكتر حاجة وجعاها من جوه الحب اللي ضاع، الفراق، الخيانة، كسرة القلب اللي محدش شايفها غيرك انتي وبس. بس لما بتعترفي بالوجع ده وبتبدأي تهدي قلبك من جوه واحدة واحدة كده وخطوة خطوة، بيبدأ يرجع يعيش من جوه. بتبدأي بتحسي بالراحة، بتبدأي تقولي ان فعلا مفيش حاجة تستاهل. في رمضان ممكن نصلي ونصوم ونكون ملتزمين بكل الطاعات، ولكن الروح مش مرتاحة، لأنك بتركزي على اللي خارج من بره، الصلاة، اللبس، الشكل، العبادات، لكن اللي جوه بتنسيه. الترميم الحقيقي بيبدأ بالصدق مع نفسك، لما تبدأي تعترفي بالوجع وتقولي لنفسك أنا فعلا موجوعة، هنا بس بتبدأي أول خطوة في الشفاء. النهاردة عايزاكي تعملي حاجة بسيطة معايا. هاتي ورقة وقلم واكتبي أول حاجة هتخطر في بالك، حاجة طول عمرها وجعاكي، حب ضاع، فراق، كسرة قلب، أي حاجة بتحسيها تقيلة على قلبك، واكتبي جنبها أنا محتاجة إيه عشان أترمم، وحطي علامة استفهام كبيرة كده اهو. مش لازم الإجابة النهاردة ولا دلوقتي، المهم تعترفي قدام نفسك بالوجع. ترميم يعني ازاي رجع قلبي هادي ونضيف من جوه. حطي علامة الاستفهام واكتبي السؤال وسيبيه،
والله والله الحل والإجابة هتيجي لوحدها. أول لما تبدأي التمرين ده صدقيني، أول خطوة صغيرة هتخلي قلبك يحس بالراحة، الراحة اللي ما حسش بيها من سنين. بس انتي ابدأي التمرين ده، وأول لما تبدأيه بقسملك برب الكعبة هتحسي براحة، لأن مجرد الكتابة بالورقة والقلم بتخلي الروح من جوه تهدى. ده ربنا سبحانه وتعالى أقسم: نون والقلم وما يسطرون. ربنا أقسم بالقلم. أول لما الوحي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتقال له اقرأ. القراءة والكتابة نعمة تحمدي ربنا عليها. اكتبي بالورقة والقلم لأنهم فيهم سحر، سحر تفريغ المشاعر السلبية اللي جواكي، سحر تفريغ الوجع اللي جوه قلبك. اكتبي وحطي علامة الاستفهام الكبيرة وسيبيها لربنا، وانزلي وروحي شغلك وروحي ودي ولادك المدرسة واعملي كل اللي نفسك فيه. اتحركي في الحياة عادي، اعملي كل المهام اللي انت بتعمليها كل يوم، سواء كنتي طالبة، ست بيت، متجوزة، مخطوبة، ايا كان ايه انتي. حطي علامة الاستفهام الكبيرة واكتبي، والإجابة هتيجي لوحدها. مش هتبقى عارفة الإجابة جاتلك ازاي ولا الحل، وهتحسي براحة قلبك محسش بيها بقاله سنين كتير، سنين كتير موجوع من جوه قلبك محسش بالراحة. أول لما تكتبي أنا قلبي محتاج إيه عشان يترمم، عشان التقل اللي جواه يروح من عليه، وهتحطي علامة الاستفهام وهتفوضي أمرك للي خلقك، لرب العالمين، هتلاقي نفسك بترتاحي. والله هتلاقي روحك بترتاحي. جربي وقوليلي. في الحلقة الجاية إن شاء الله رب العالمين هكشفلك أخطر شرخ جوه كل واحدة فينا، الشرخ اللي بيخليكي تصلي وتعيطي وتضحكي وجواكي فيه فراغ. لو حسيتي إن الحلقة دي لمستك من جوه، اوعي تفوتي الحلقة اللي جاية، لأنك انتي على وشك أول خطوة في التغيير الحقيقي. وفي النهاية أنا ماشية على مهل بس مطمنة، وما توفيقي إلا بالله رب العالمين، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله رب العالمين.